النهارده عملنا لكم احلى كشري مصراوي. احلى من بتاع المحلات في البيت بمكونات بسيطه جدا، ممكن ببواقي المكرونه والرز والحاجات اللي بتبقى منك هتعملي احلى كشري لاولادك. وعملنا صوص الطماطم الحار، وعملنا الدقه اللي احنا منستغناش عنها ابدا في الكشري بمكونات جميله جدا. تعالوا اوريكم عملنا الكشري الجميل بتاعنا ده ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبايب قلبي هنعمل الكشري المصراوي بطريقة حلوة وبسيطة. هنشوف المكونات بتاعتنا بسيطة وجميلة. طبعا لو عندك بواقي من المكرونة ممكن تعملي كذا تشكيلة. انا عندي هنا كوبايتين من المكرونة البنة، عندي مكرونة اللي هي صغيرة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. لو عندك المكرونة الاسباجيتي او الفيتوشيني او اي حاجة ممكن تعملي بيها. عندي كوباية من العدس بجبة انا غسلاه، عندي كوبايتين من الرز. اعملي الكميات اللي تناسبك واللي على قد في افراد اسرتك. الرز انا غسلاه. عندي الحمص اللي بيتعمل بيه الحلبسة او حمص الشام انا بلاه. نروح ونبتدي على بركة الله ونشوف هنعمل ايه. قبل ما نبتدي الفيديو حبايبي يا ريت ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وكومنت، وحبايبي اللي لسه جداد ما ينزلوا حالا يعملوا اشتراك فضلا وليس امرا. ونبتدي على بركة الله. حطينا العدس بجبة يتسلق، وحطينا الحمص زي ما انتوا شايفين يتسلق. حطينا مية للمكرونة سبناها تغلي، وحطينا حلة هنشوف هنعمل فيها ايه. هحط قليل من الزيت، بسم الله نسمي ونصلي على رسول الله. الزيت يقدح معانا، وهضيف كوباية الشعرية. انا بفضل الطريقة دي احسن ما احطه في حلة واحدة، ما فيهاش حاجة لما نعمل اكلنا براحتنا، بس انا بحب الطريقة دي الكشري بيطلع معايا اطعم. هنحمر الشعرية. في ناس بتعمله في حلة واحدة، بس انا بحب اعمل كل حاجة لوحدها بتدي طعم جميل. طبعا المحلات مش بتعمل الكميات الكبيرة دي في حلة واحدة او في انا واحد، لا بيعملوه زي ما انا بعمله بالطريقة دي. طريقة حلوة وجميلة، مفيش حاجة يعني لما نغسل حلة ولا حلتين مش هنتعب. يعني ما احنا بنتعب في المطبخ وبنعمل حاجات اكتر من كده، بس احنا نعمل الاكلة المظبوطة وبطريقة مظبوطة تطلع معانا جميلة جدا. هنحمر الشعرية لغاية ما تحمر معانا. هضيف الرز اللي احنا غسلينه. طبعا انا بشيل البواقي اللي بتفضل مننا، كلنا بنعمل كده. يعني بتكوني عايزة تعملي رز بتشيلي منها قد كوباية او كوبايتين. المكرونة بيفضل منك بواقي، فكل ده بيتشال ونعمل بيه الاكلة الجميلة دي. انا عاملاها بصراحة من بواقي كانت باقية عندي، فلميت كله وقلت اعمل الكشري النهاردة بالطريقة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. هحمص الرز لغاية ما المية كمان تنشف، لان انا غسلاه ومصفياه من المية. لازم الرز عشان يبقى مفلفل معايا لازم ياخد الصدمة بتاعت الزيت دي. شايفين الشعرية لازم تبقى غامقة بالطريقة دي غير الرز العادي عشان تبان في الشعرية. الشعرية تبان في الكشري الجميل بتاعنا. هضيف المية نسمي ونصلي على رسول الله. احنا حاطين مقدار المية مقدار الرز، ومزودين شوية صغيرين قد ربع كوباية، لان احنا عاملين كوباية من الشعرية، فهنحط كوباية ربع كوباية من المية، ونحط الملح بتاعنا كأنك بتعملي رز عادي خالص. هضيف الملح بتاعي واسيبه يستوى براحته. وعندي المية بتاعت المكرونة طبعا غلت. هعمل فيها ايه؟ احط على المية شوية من الزيت عشان المكرونة بتاعتنا تبقى يعني ما تعجنش معايا. اضيف شوية من الملح لان الاكل ده مش هيبقى فيه الملح غير الدقة اللي احنا هنحطها جنب الكشري. هضيف المكرونه بتاعتي. طبعا المكرونه بتاعتي من صنف واحد، لو كانت دي من شركه ودي من شركه احنا هنحط المكرونه البنه الاول تاخد لها غلوتين،
وبعدين هنضيف عليها المكرونة الصغيرة دي لو كانت الشركتين مختلفين، لكن لو شركة واحدة طبعا هتاخد نفس السوا، وهسيبهم لما يتسلقوا وهشوف هعمل ايه الخطوة التانية. عندي البصل انا مقطعاه قطع صغيرة اجنحة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هاجي عليه احط معلقة من الطحين او الدقيق، معلقة من النشا عشان يطلع كريسبي معانا وجميل، معلقة عليه كمان من النشا، ونقلبهم ببعض. النشا مع الدقيق مع البصل هيخليه يشرب اي مية زيادة فيه ويطلعه كريسبي كده وجميل زي الشيبسي يا جماعة ما بنعمله بالطريقة دي. هنروح نحمره ونشوف. عندي زيت انا ادحاه هحط فيه البصل بتاعنا، نسمي ونصلي على رسول الله، زيت يكون غزير، واحمره. لما ياخد اللون الذهبي الجميل ده انا برفع اللي هو اتحمر فوق وبنزل اللي لسه ما اتحمرش تحت عشان كله ياخد لون واحد زي ما انتوا شايفين كده. ده لون البصل بتاعنا هنطلعه. وهنا حبايبي اخدنا شوية من الزيت اللي حمرنا فيه البصل، هنحط فيه معلقة من الثوم المهروس، معلقة كده كبيرة، وهحط عليها الكزبرة والكمون، دي اساس الكشري بتاعنا، وهقلبهم لما تشمي الريحة بتاعتهم كده يعني معناها ان البيت بقى ريحته كشري يا حبايب قلبي. اساسا الريحة طلعت من تحمير البصل، طريقة جميلة وسهلة وموفرة وهتشبع كل ولادك ومفيش داعي انكم تشتروا من المحلات. هنحمرها شوية كده. بعد ما حمرناها عندي معلقة من صوص الطماطم، معجون الطماطم، هحطها حسب الكمية بقى اللي انت عاملاها، وهقلبها. عندي انا شوية من عصير الطماطم انا مسبكاهم هضيفهم عليها وهسيبهم لما يتسبكوا. هضيف معلقة من البابريكا، قليل من الشطة لان احنا هنحط شطة في دقة الخل. هضيف الملح حسب التذوق بقى او حسب رغبتك، وهسيبهم يتسبكوا وتكون دي صلصة الكشري الجميلة بتاعتنا. هنروح نشوف هنعمل ايه. وعشان نعمل دقة الخل الجميلة اللي هي برضو اساس الكشري، هغلي المية بتاعتي، هحط معلقة من الثوم اسيبها تغلي شوية عشان ما تبقاش نية قوي، انا بحبها تكون مستوية شوية. بعد ما غليت هضيف معلقة من الكمون، ربع كوباية من عصير الليمون، ربع كوباية من الخل، وهضيف الملح حسب التذوق بتاعك. انا مش هحط شطة لاني هكتفي بان في شطة في الصوص الاحمر اللي انا عاملاه صلصة الطماطم، مش هعمل الدقة الحمراء خالص. انا عاملة الشطة حطاها في الطماطم وانا بكتفي بكده، وهوريكم هنعمل ايه. كده نكون خلصنا حبايب قلبي. شايفين ادي الرز بالشعرية مفلفل وجميل ازاي، وادي المكرونة احنا سلقناها، وادي صوص الطماطم الجميل بريحته وحاطين عليه الشطة حارة جدا، شايفين عاملة ازاي، وادي الدقة الجميلة بالثوم والليمون والشطة. لو عايزة تحطي شطة حطي، مش عايزة خلاص انا مكتفية بالشطة في صوص الطماطم. هنا حطينا الخل والليمون والكمون والملح، وادي العدس اللي بجبة احنا سالقينه حلو قوي. وعايزة اوريكم بقى البصل، سامعين صوته عامل ازاي البصل؟ شايفين حبايب قلبي، سامعين صوته
مقرمش جدا. احنا ممكن نحط كل المكونات دي على بعضها يعني تحطي المكرونة على الرز بالشعرية وتحطي عليها العدس بجبة، حسب رغبتك. ممكن ترصي الطبق بتاعك بقى حسب رغبتك. دي كل المكونات بتاعتنا. احنا هنوريكم هنعمل ايه. انا ضفت كل المكونات على بعضيها وسايبه شويه من العدس احطهم على الطبق بتاعنا بعد ما نغرفه، وهوريكم هنعمل ايه. شكل طبقنا الجميل بالصوص بتاعه ده الشكل بتاع الكشري بتاعنا. وده حبايب قلبي شبه ده طبق الكشري بتاعنا الجميل. بعد ما خلصناه هناخد من الصوص بتاعه ده حبايب قلبي. طبق الكشري الجميل احلى من المحلات، عملناه في البيت بمكونات بواقي ممكن تكون فاضله، هتعملي وتسعدي اولادك باحلى كشري. وده الصوص بتاعنا هناخده ونحطه بقى حسب الرغبه بتاعتكم بالشكل ده كده اهو. وكلي وانت وولادك بالهنا والشفا زي ما انتوا شايفين. جميل جميل ازاي. والصوص بتاعنا زي ما انتوا شايفين عاملينه حار، ما اكتفينا ما عملناش الشطة لان احنا حاطين عليه الشطة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب وكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.